دي مش ست يا مرسي، دي قطه بسبع ارواح. ايه مش عارفين نخلص منها يعني؟ دي خلاص بقت تطلع لي في المنام، بقت كابوس يا مرسي، كابوس. يا باشا اللي مرت بيه مش سهل كمان، وهي اساسا ست عنيده ودماغها ناشفه كمان. تتكسر تروح في 60 داهيه يا مرسي. ما هو مش معقول كل اللي بنيته في حياتي تيجي واحده زي دي وتهده في لحظه واحده. لا يا باشا مش للدرجه دي، اذا كانت عدت من واحده ان شاء الله مش هتعدي من اللي جاي. انا مش فاضي للست دي يا مرسي، الدنيا متطربقه فوق دماغي، الوزاره حالها واقف، كل برامجها محلك سر. يا باشا انت اللي مش راحم روحك، انت اللي عايز تعمل كل حاجه في الوزاره بايديك. مش بكيف يا مرسي، انا ودي ارتاح وما اعملش اي حاجه، بس مفيش حد اثق فيه. انا لو سلمت اموري لاي حد هنا هياكلني، واللي تعبنا اكتر رامي. مشكله رامي اللي زادت وغطت. الله ينعل ابو المخدرات واللي بيجيب المخدرات اللي بتلخبط عقول الشبان زي رامي. يا باشا اللي عمله رامي مش حاجه بسيطه، لولا غلاوتك عندي ومعزتك وجمايلك ما كنتش قبلت القضيه دي خالص. طب والحل يا مرسي؟ انا ما بقتش عارف اعمل ايه. اوعى تتشائم يا معالي الوزير، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هخلصك من الكابوس ده زي ما خلصتك من كوابيس قبله. لا لا لا، اعمل بس اللي بقول لك عليه وخلاص. لا يا سيدي اسمع الكلام. طب مع السلامه انت دلوقتي. اهلا اهلا، ازيك يا نادي؟ ممكن اعطلك 5 دقايق؟ طبعا يا خبر، اتفضلي، مفيش كشف يخش عليا. حاضر يا دكتور. اتفضلي يا نادي، اتفضلي، اهلا وسهلا. طمنيني، عبله كويسه؟ كويسه قوي. تصدق يا خيري، على قد قلبي ما مخطوف عليها من الحادثه اللي حصلت لها دي، على قد لما شفتها حسيت انها بجد فتحة خير. فتحة خير يعني ازاي؟ مش فاهم. جريك عليها ووقوفك معاها من قلبك خلاها زي ما تكون كده فيها حاجه نورت، اتسندت من جواها بوقفتك جنبها. بس للاسف هي رافضه السند ده. معلش اصبر عليها يا خيري، حقها برضو، هي لسه برضو مش قادره تسامح في جرحك ليها. وشكلها مش هيسامح. لا هتسامح، دي سامحتني انا بحبها قوي يا نادي، بحبها قوي. يا صباح الخير. صباح الخير يا عبد. صباح النور. ايه اللي منزلك يا بنتي؟ انت لسه خارجه من مستشفى ومحتاجه راحه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا يا عمي. بس بعد اللي حصل لك لازم تاخدي بالك من نفسك قوي. ما هي اللي مرضتش تسمع كلامي يا حاج. يا حسين انا مش عايزه اصدق اللي انت بتقوله ده. يا ستي ده شغلي، ولا انت مش واثقه فيا؟ يا سيدي العفو، بس انا لو حطيت الكلام ده في دماغي مش هخلص. وكان يجرى ايه لما نقدم بلاغ للنيابه بشكوكنا ونفحص العربيه فحص فني؟ على الاقل نضمن ان محدش يحاول معاكي محاوله تانية. والله كلام حسين معقول يا عبله، حرص ولا تخونش زي المثل ما بيقول. انا مصدقه اللي حسين بيقوله واللي العميد محمود بيقوله، بس لو هم حسوا بضعفي هخسر القضيه اللي انا ضحيت عشانها بكل حاجه. وبعدين ولادي داخلين على امتحانات، مش عايزه اخوفهم، وكفايه اللي شافوه الفتره اللي فاتت. والله ما انا عارف اقول لك ايه يا عبله يا بنتي. كلام حسين مظبوط وكلامك مظبوط، وانت حتى في عز ازمتك ما بتفكريش الا في ولادك. يا عمي دول هم اللي طلعت بيهم من الدنيا كلها. شفت بقى يا عم حسين، عشان تعرف ابوك بيحبك قد ايه. وانا كمان يا حاج بحبك قوي، ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك. روح يا ابني، ربنا يكرمكم دنيا واخره. تعرف يا عمي لو ربنا نصرني في القضيه دي هيبقى ببركه دعاك. ومن هنا ورايح مالكيش خروج الا معايا او مع حسين، ما تخرجيش لوحدك ابدا. وتفضلي اقعدي يا حبيبتي، ولا كلمه. حاضر. يلا يا استاذ شوف شغلك انت كمان. حاضر، السلام عليكم. مع السلامه. سلام ورحمه الله وبركاته. ولا اقول لك روحي بقى اعملي لنا فنجانين قهوه من ايديك الحلوه، هيبقى لها طعم تاني. حاضر يا حبيبي، حاضر. يا حبيبتي ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. انا الكلام ده ما ينفعنيش، بالراحه عليا، انا عايزه تفاصيل التفاصيل من ساعه ما جالك الشغل لحد ما اوصلك البيت. ايه يا ماما في ايه؟ ده انت ناقص تقولي لي كمان شربتي ايه هناك، وكنتي قاعده على اليمين ولا قاعده على الشمال؟ في ايه يا ماما؟ يا ريت
هو احنا ورانا حاجه؟ طب ايه رايك بقى؟ انا فرحانه قوي، حاسه ان قلبي بيدق كأن العريس هيتقدم لي انا مش لبنتي. يا سلام، للدرجة دي؟ واكتر من الدرجه دي. اصل ابوكي بيشكر فيه قوي، اهله ناس طيبين، يعني كويس من مجاميعه. أيوة، ده بشكل عملي تماما. ايه بقى الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ وحياة ابوكي مش عايزه فلسفه ولا عايزه كلام قاسم امين وحريه المراه. بصراحة يا ماما، مع إني مع كل الأفكار دي كلها، بس ناقص أهم حاجة. ايه بقى الحاجه التانيه خالص دي؟ نوريني، الله ينور قلبك. تقصدي ايه؟ يعني من حيث القبول والصفات والشكل مفيش أي اعتراض على إيهاب. ناقص ايه؟ يعني نعرف بعض، والحكاية دي بقى يا ماما مش من ناحيتي أنا لوحدي، من ناحيته هو كمان. عاداته، عاداتي، والتفاصيل الصغيرة اللي احنا ما نعرفهاش عن بعض، اللي ممكن نتقبلها واللي ممكن ما نتقبلهاش. حتى لو مفيش وفاء بينكم، المودة والعشرة الطيبة هتقربكم من بعض. وبعدين كمان الحب هيخليك تغفري له وهو يغفر لك، بقى لو في ولاد هيهون كل شيء. وعلشان اللي انت بتقوليه ده كله يا ماما، أنا وافقت إني أقابل بابا. ريحتي قلبي، إلهي يريح قلبك. أزغرط؟ لا يا ماما، إيه ده؟ ولسه حصل حاجة؟ وبعدين يا لطفي، هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ مفيش حاجه في ايدينا نقدر ننقذ بيها الولد ده اللي هيضيع مننا؟ احنا كان في ايدنا ايه نعمله ما عملناهوش يا ألفت؟ وسياده الوزير شكري النفوس دي كلها اللي هو فيها مش قادر يعمل حاجه ينقذ بيها الاولاد؟ نفوذ ايه وبتاع ايه؟ ممنوع بعملته السودة ضيع نفوذه، وبكره الفضايح تملى كل الجرايد، مش كده وبس، كلها يوم ولا اتنين وخبر اقالته يملى كل الجرايد. خلاص يا لطفي، مفيش قدامي غير اني اروح للدكتوره عبله ديت لحد عندها واوطي ابوس ايدها ورجلها عشان خاطر تنقذ ابني. ده الحل الوحيد يا عناية هانم. لا 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 لا، مستحيل. انا مش ممكن ابدا اعمل حاجه كده. والله انا شايف انها فكره مش بطاله ابدا. كلام ايه يا مرسي اللي بتقوله ده انت كمان؟ معقوله يا دكتور مرسي انا حرم الوزير شكري جلال اروح لغايه الست دي وكمان استعطفها؟ عناية هانم مش جايز هي كأم قلبها يرق لما تلاقي امهات افاضل زي حضرتك والهانم بتتوسلوا اليها وبتترجوها انها توافق. انا بصراحه يا دكتور مرسي شايف النتيجه اللي انت بتتوقعها من زياره الهوانم للست دي احتمال حدوثها احتمال ضعيف. احتمال ضعيف او مش ضعيف اهو احتمال وخلاص، يبقى احنا كده جربنا كل الوسائل. انا ما رضيتش اخضك واحنا في المستشفى. ما دام الموضوع وصل لكده يبقى بالنسبه لك وبالنسبه لهم حياه او موت. الحياة طبعا ليهم والموت لينا. انا قلت لك ان انياب مرسي وشكري ابتدت تطلع ودول ما بيهزروش. ما كنتش اتصور انهم يحاولوا يموتوني. انا نبهتك قبل كده، قلت لك ان دول مجرمين ولهم طرق محترفه، هيعملوا كل اللي هم عايزينه بحيث محدش يقدر يمسكهم او حتى يتهموا. هيستفيدوا ايه من كده؟ هيستفيدوا كتير. يعني لو حصل لك اي حاجه لا قدر الله، حنان مش هتقدم ببلاغ لان انت اللي شجعتيها بجرأتك. هم مسميينك على فكره راس الافعى، وسميحه ماتت، يعني معنى كده يبقى القضيه كلها باظت ومفيش قضيه. هي ناس جرالها ايه؟ العيب بقى فينا ولا في الدنيا ولا في الناس؟ هو في ايه؟ والله ما انا عارف. عموما ما يهمكيش، احنا هنحطك تحت عينينا على طول. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا حاج. اتفضل. اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل يا حاج. يزيد فضلك يا ابني. اهلا، خطوه عزيزه. الله يعز مقدارك يا حاج. انا اسف يعني اذا كنت طبيت على حضرتك كده من غير ميعاد يعني. لا، انت تيجي في